صواني الالومنيا، ودي طبعا اهم حاجه، دي اللي هي الحرف بتاعها رفيع. طبعا قلت لكم قبل كده ان انت تعملي فيها برده فراخ ولحمه وكل حاجه، يعني دي مش بس الحلويات والبيتزا والكلام ده. ده الدهان الاصلي. عندهم كمان الطقم ده فرداني، ودي احسن حاجه ان انت بتجيبي المقاسات اللي انت عايزاها، يعني الكبيره دي بتنفع جدا في العزومات. وفي منه الطقم ال3 قطع، لكن انا بفضل الفرداني بصراحه عشان المقاسات الكبيره بتبقى حلوه جدا في الفرداني. عندهم كمان الطقم المستطيل، شايفين مكتوب اهو هنا الدهان، ودي العلامه بتاعته. لو انت هتجيبي من ده المربع تجيبي من بورسلين مدور وتقدري تعكسي، لو انت جبتي من ده المدور تجيبي من التاني المستطيل، عشان خاطر لما تيجي تعملي بقى الصواني يبقى عندك كل. عندهم كمان الصينيه دي كبيره كده عامله زي الصاج، بتاخد كميه كبيره جدا. حتى لو هتجيبي من الاطقم الصغيره لازم تجيبي كده من الحاجات الكبيره دي قطعتين ولا حاجه، عشان خاطر لو حد جايلك الصواني الصغيره مش بتكفي. طبعا المصفى الالومنيا لا غنى عنها، احسن من الستانلس ب 100 مره. دي مصفى الومنيا، شايفين اهي ليها رجل وكبيره. شايفين الناس بقى اللي هتتجوز في بيت عيله، ها، عشان خاطر العزومات. ده طقم الومنيا الدهان مدور، بس ده